السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كيكة الرواني. كيكة الرواني أو كيكة الزبادي أو كيكة البسبوسة، وساعات كمان بيقولوا عليها كيكة الفاني أو الفاني كيك. كيكة الرواني من أسهل وأحلى الكيكات، خليط كده بين الكيكة والبسبوسة، بس أطرى كمان من البسبوسة، طرية جدا وهشة جدا. مجرد ما نحط فيها الشوكة كده بتتقطع وبتبقى حلوة قوي، مسقية كده بالعسل أو الشربات، وبتكون كده غرقانة في العسل وبتكون طعمها حلو قوي. كيكة الرواني كيكة فعلا خطيرة. هعملها معاكم بطريقة سهلة قوي، من غير بيض كتير ومن غير مضرب كهرباء. هعملها بطريقة سهلة وبسيطة وهتكون النتيجة فعلا خطيرة. كيكة الرواني من أحلى وألذ وأسهل الكيكات. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا معايا كل جديد. شايفين جمالها؟ كيكة الرواني حلوة جدا، طعمها حلو قوي. بنزينها كده بجوز الهند، وبيكون فيها كمان نكهة جوز الهند، خليط كده بين البسبوسة والكيكة، بس بتكون طرية جدا وهشة جدا وطعمها فعلا خطير. كيكة الرواني من أسهل وأحلى الكيكات، واللي ممكن نعملها كتير جدا من سهولتها. هتقومي تعمليها حالا كيكة الرواني بالشكل الخطير ده. يلا هنبدأ وصفتنا على طول، وهنبدأ بداية كده. قبل أي حاجة وقبل ما نعمل الرواني هنبدأ نعمل العسل أو الشربات. حطينا هنا كوبايتين من السكر، وعليهم كمان كوبايتين من المية، وهنزل عليهم بشريحتين من الليمون، وأقلب الخليط كويس جدا لحد ما أحس كده إن السكر داب شوية. بعد كده هرفعه على النار، وبعد ما يغلي شوية هبدأ أوطي النار عليه شوية وأسيبه كده لمدة 7 دقايق، لحد كده ما يديني القوام ده. هنا هنبدأ نعمل الكيكة، وهنحط هنا 2 بيضة، وطبعا مش هنكتر البيض، وكوباية من السكر. حطيت عليهم كمان معلقة من الفانيليا، وهقلب كويس جدا بالمضرب اليدوي العادي. طبعا هقلب الخليط كويس جدا لحد كده ما يمتزج مع بعضيه ويديني اللون الأبيض. بالشكل ده الخليط كان امتزج كله وبقى لونه أبيض بالشكل ده. وهنا هنبدأ نحط كوباية من الزبادي، وهنضرب كويس الخليط كمان لحد كده ما يمتزج. وبعد كده حطيت كوباية من السمنة البلدي الدافية، وطبعا ده اختياري، ممكن تحطي كوباية زيت. هنا نزلت بكوباية من الدقيق وكوباية من دقيق البسبوسة، كوباية من الدقيق العادي وكوباية من دقيق البسبوسة، وحطيت هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين من جوز الهند، وهقلب كويس جدا. طبعا هضربهم كويس جدا لحد ما يمتزج الخليط قوي ويبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين. برضو هقلبه كويس قوي علشان لو في اي تكتلات من الدقيق بالشكل ده قلبته كويس جدا. لازم يكون متقلب كده بالشكل ده. وفي الوقت ده كنت محضرة الصينية بتاعتي، دهنتها بالسمنة وبطنتها بالدقيق علشان هنزل فيها بعجينة الرواني بالشكل ده، وفردتها كمان. وكان في الوقت ده الفرن خلاص بقى سخن، يعني ولعت الفرن 10 دقايق قبل ما اجهز الكيكة. وبعد ما خرجت من الفرن لازم تتشرب كده من الشربات او العسل بالشكل الحلو ده، تتشرب كويس قوي من الشربات او العسل بالشكل ده. وبدأت هنا اقطعها. طبعا شايفين قد ايه حلوة قوي لونها الذهبي الجميل ده، ولازم تاخد لون حلو كده وذهبي كده. كيكة الرواني خليط من البسبوسة والكيكة، علشان احنا حطينا دقيق البسبوسة وحطينا الدقيق كمان العادي. طعمها حلو قوي، طرية وهشة، وبتتقطع كده بمنتهى السهولة. كمان هنا زيناها بجوز الهند بالشكل الحلو ده، وطعمها كان فعلا خطير.
بجد خطيرة جدا. اكيد هتجربوا كيكة الرواني واكيد هتعجبكم قوي، لانها هشة وطرية لذيذة قوي، جميلة جدا، طعمها كده حلو قوي. كيكة الرواني من احلى واسهل الكيكات اللي ممكن تعملوها بسرعة جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، كيكة الرواني بالشكل الحلو ده بمنتهى البساطة وبمنتهى السرعة، عملناها بسرعة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.